في هذا الفيديو أتحدث مع حضراتكم اليوم عن مشكلة كبيرة جدا. تمثال في فرنسا بتاع شامبليون بيحط رجله فوق تحتمس الثالث، فرعون من فراعنة مصر. الفرعون يرمز لمصر وشامبليون يرمز لفرنسا، هكذا رأيناها. فلماذا هذا التمثال؟ ومن الذي قام بعمل هذا التمثال؟ عاقل هو أو مجنون؟ نعم، في هذا الفيديو سأعرض لحضراتكم القصة الكاملة لتمثال شامبليون الذي يضع قدمه على رأس تحتمس الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ببدأ بتكلم النهاردة بمناسبة العنصرية وما حدث لجورج فلويد في أمريكا. النهاردة احنا أمام عنصرية قذرة من نوع آخر، هي ما وجدناه في فرنسا بباريس في كوليدج دي فرانس. تمثال لأهم رجل في علم الآثار المصرية ينسب إليه فك رموز حجر رشيد، الكتابة الهيروغليفية اللي كانت منقوشة على الحجر اللي وجدوه في مدينة رشيد المصرية، واللي كما ترونه يقف تمثال فخور بنفسه وضع حذاءه وقدمه على رأس الملك تحتمس الثالث الذي يعد من أعظم ملوك مصر في عصر الدولة الحديثة في التاريخ المصري القديم في عام 1550 قبل الميلاد. بالنسبة لي والأحرار كثيرين في مصر والذين لا يرضون بهذا المنظر لتمثال يدل على العنصرية في أقذر معانيها، ولقد علمنا بهذا الموضوع فقط في يناير 2013 وقمنا بإصدار بيان للحكومة وطلبنا به بالحكومة أن تتدخل في وقف هذه الإهانة الكبيرة لمصر. بالنسبة لي شامبليون يمثل فرنسا بالعلم والاكتشاف اللي هو أصلا مسروق أيضا من أبي بكر النبطي اللي سبقه في هذا العمل منذ أكثر من 1000 عام حينما كتب كتاب علم المستهام في رموز الأقلام، واللي فك رموز الهيروغليفية في هذا الكتاب. بمعنى آخر فرنسا يا سادة بتحط رجلها وقدمها على مصر الحضارة والتاريخ والعلم، مصر التي يوجد علم خاص بها اسمه علم المصريات الإيجيبتولوجي. المهم في عام 1875 تم نحت هذا التمثال، ومن نحته هو فريدريك أوغست بارتولدي، وهو أيضا من قام بعمل تمثال الحرية في نيويورك بأمريكا. والجدير بالذكر يا سادة أن تمثال الحرية ده كان هيتحط عندنا في قناة السويس عند افتتاحها، بس الخديوي إسماعيل تقريبا ما عجبوش التمثال أو كان المبلغ كتير. القصة بسرعة هي أن في رأيي أنا من خلال القراءات في هذا التاريخ أن سبب صنع التمثال بهذا الشكل يعود إلى وقت الخديوي إسماعيل حينما طلب من هذا نفس الفنان أن يعمل تمثالا اسمه الحرية لمصر، وبالفعل صنعه الأخير، لكن طلب من الخديوي إسماعيل ثمنا باهظا له وصل مع احتساب كلفة نقله إلى مصر حوالي 600,000 دولار، ولكن الخديوي إسماعيل رفض ذلك، فاغتاظ اللي كان هيصنع التمثال وصنع هذا التمثال المهين، وأرسل التمثال الذي رفضه الخديوي إسماعيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح ما هو معروف اليوم بتمثال الحرية الذي يلاحظ كل من يتأمل فيه أنه تمثال الفلاحة المصرية. المهم خلينا في موضوعنا، وهو أن التمثال القبيح هذا تم عمله بعد وفاة شامبليون أصلا. يعني جان فرانسوا شامبليون لما مات بعده بسنوات كثيرة تم عمل هذا التمثال، وأعتقد أنه لو كان حيا لرفض هذا العمل أصلا. وبعدين ما هذا الإسفاه في هذا النحات الذي يعمل تمثال يرمز للحرية في نيويورك في منهاتن في أمريكا، ويوضع هناك تمثال آخر يرمز للعبودية؟ هو إيه الناس دي؟ نعم يا سادة، السلطات المصرية آنذاك كتبنا لها وأرسلنا لها مع مجموعة من الإخوة لترى ما يحدث من مهانة لمصر من خلال هذا التمثال والملوك الفراعنة. في 2013 ثم 2014 نادينا كثير من الإخوة وانضموا معنا إلى الحملة، وطالبنا السلطات الفرنسية على محو هذه الإهانة التي لحقت بأهم ملوك مصر وملوكها، وهو تحتمس الثالث والذي جسده هذا التمثال. وقد أثار التمثال غضبا واسعا بين المثقفين وعلماء الآثار في مصر، وجدد عددا من المثقفين من بينهم خبراء في الآثار مطالبهم بحجب هذا التمثال، وذلك إثر اندلاع المظاهرات الأمريكية والأوروبية التي تناهض العنصرية كي يتم إزالة هذا التمثال المهين لحضارة مصر وتاريخها، والذي شبهه عدد من المصريين الأثريين بأنه يشبه صورة مقتل جورج فلويد تحت قدم ضابط الشرطة في مدينة مينابوليس الأمريكية.
واللافت حسب رأي دكتور حسين دقيل، وهو الذي أعاد موضوع تبني حملة رفع هذا العمل المهين إلى الظهور مرة أخرى وإخراجه إلى النور، بأن التمثال جاء تمثيلا لشخص كان من المفترض أن يظل في عقلية المصريين أنه قام بإنجاز ضخم تمثل في فك رموز حجر رشيد والكشف عن الكتابة المصرية القديمة. المشكلة يا سادة إنه بعد هذا التذمر بعام أي 2013 وجدنا إن الليسيه دي جرينوبل بتحتفل بوضع تمثال صورة طبق الأصل من تمثال بارتولدي الموجود في الكوليج دي فرانس، وذلك في 22 سبتمبر 2014. هم يعندون الحل بالنسبة لي الآن هو المطالبة مرة أخرى لفرنسا بمحو هذا التمثال القذر الذي لا يشرف فرنسا ذاتها التي تنادي بالحريات والعلم وهكذا. ولكن إذا لم توافق فرنسا فنطالب بعمل تمثال يضع تحتمس الثالث وهو يضع قدمه على شامبليون، أو نعمل تمثالا لشامبليون وهو يصفع بارتولدي على وجهه ويقول له هل أطلب منك يا غبي أن تعمل لي تمثال بهذا الشكل؟ والشر إن تلقه باللين ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. إلى أنه في عام 2018 أرسل الطلبة الذين يدرسون في فرنسا رسالة إلى الرئيس ماكرون، وهذه رسالة ضوئية تروها أمام حضراتكم من خطاب المصريين المقيمين والذين يدرسون في جامعات فرنسا. وجاء في نص المذكرة التي رفعها الطلاب إلى الرئيس الفرنسي: نحن مندهشون وحزانة لهذه الإهانة الهائلة لمصر ولحضارتها، ولم نكن على علم لوجود مثل هذا التمثال على سطح الأرض، وهل لكم أن تتخيلوا أن يحدث ذلك لفرنسا؟ ولقد اعترفت له مصر بهذا الإنجاز وأكرمت شامبليون كما يجب، وتلك كانت دائما شيمتنا كمصريون. لكن ألم تستطع فرنسا أن تجد طريقة أخرى لتكريم وإحياء ذكرى ما أنجزه عالمها سوى عرضه بحذائه على رأس فرعون مصر؟ هذه الحملة بمشيئة الله انضم إليها الدكتور محمد زينهم الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، الدكتور وسيم السيسي الأثري المعروف والإعلامية والأثرية انتصار غريب، والأستاذ المرشد السياحي والمحاضر المعروف باسم الشماع، وآخرون لم أحصى أن أذكرهم. بل انضم إلى هذه الحملة أيضا الدكتور زاهي حواس، وانضم إلى هذه الحملة أيضا صحفيون شهيرون ومعروفون، وتبنوا هذه الحملة ونشروا عدة مقالات يمكنكم أن تعودوا إليها. قصدت أن أنادي الدكتور خالد عنان بصفته كوزير للآثار والسياحة معا وكخبرته السابقة في العمل مع البعثة الفرنسية بمصر، وأنا كنت حضرت معه هذا الكلام، وأطالب السيد وزير الخارجية بتبني هذه المبادرة وإرسال برقية سريعة وعاجلة إلى فرنسا بهذا الصدد، وتطالب السلطات الفرنسية بأن تزيح هذا التمثال لأنه ليس في صالح فرنسا ولا في صالح مصر. دمتم بخير وحفظ الله مصر بتاريخها المشرف وحضارتها المعروفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر دايما بتناديك، موت بنصري نصر دين وارض عليك، يوم ما تعدي رحبك قدام عينيك، عشت نفسي اللي ضيعته ليك، شوف جدودك